هقول لكم على سر. احنا اللي بنقتل الابداع والتفكير الابداعي والتفكير بره الصندوق في ولادنا، لما بنخليهم يمشوا بطريقه نمطيه على الاسلوب اللي احنا بنتعامل بيه، يلعبوا بشكل نمطي، يتكلموا بشكل نمطي، ما بنسمح لهمش يفكروا بس بره الصندوق. مثال بسيط جدا، لما بنشتري لهم الصلصال اشكال والوان، بنطلع لهم لون واحد ونقول لهم لما تخلصوا لعب بيه نطلع لكم اللون التاني. ولو الطفل مسك لونين وعمل بيهم ميكس او 3 الوان وعمل بيهم ميكس، بيبقى يومه اسود ومنيل على عينه، عشان لخبط الالوان على بعضها. ما يلخبط الالوان، ما هو لما هيلخبط الالوان هيطلع لون مختلف، فهيبتدي يستكشف. سيبوا ولادكم يستكشفوا، سيبوهم يلعبوا بألعابهم زي ما هم عايزين، مش زي ما اللعبة بتقول. هو ده اللي اسمه التفكير الإبداعي.